المعاينه او السكاوتنج لما بتكون وان مان كرو، المعاينه بالنسبه لك بتكون مختلفه شويتين 3 4. تعمل معاينه ازاي او ايه الحاجه المهمه اللي تركز عليها وانت بتعمل معاينه؟ تعالوا نشوف ده بشكل عملي. يلا بينا. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي المعاينه. بنحط السيناريو الاسوأ انك رحت على اللوكيشن على طول وما كانش عندك فرصه ان انت تشوف اللوكيشن قبل التصوير. انا اول ما دخلت المكان هبص الممثلين هيكونوا موجودين فين، اي اكسسوار هيكون موجود. بعد كده هبص على مصادر الضوء، هل في شبابيك في المكان، هل في افاجوره او نجفه هتكون هي مصدر الضوء وهتظهر معايا في الفريم. مهم قوي انك تركز على الحاجات اللي هتظهر معاك في الفريم. اي حاجه بره الفريم كانها مش موجوده. يعني لو نفترض ان في هنا حيطه، الحيطه دي مش هتبان معاك ولا كانها موجوده بالنسبه للمشاهد طالما مش هتظهر في الفريم. انا دايما بيكون معايا حد بيساعدني. محمود هو نقدر نقول وان مان كرو، مهندس صوت، ممكن يكون جافر، ممكن يكون مساعد مخرج. كل اللي احنا هنعمله ان انا هقعد محمود مكان الشخصيه. طيب حسب الديكوباج اللي انا عايزه او اللي انا عامله، احنا كنا قلنا ان انا هبدا بوايد شوت، لقطه واسعه، وبعد كده هاخد ميديوم وميديوم، وبعد كده عندي ميديوم 2 دولي ان. تعالوا نتخيل الوايد شوت دي هناخدها منين. هل هناخد الوايد شوت دي من هنا بالشكل ده فاخد صوره؟ هل هاخدها بشكل جانبي بالشكل ده وهاخد صوره؟ وعايزين نركز برضو ان احنا بيكون معانا تلفزيون، التلفزيون هيكون هنا. هل التلفزيون هيظهر معايا في الوايد شوت ولا لا؟ لان لو هيظهر لازم اجيب التلفزيون ويكون موجود هنا. فانا دلوقتي صورنا لقطتين. عندنا اللقطه دي او ممكن نشفتها شويه ناحيه اليمين، دي هتكون سوزي قاعده في الجانب ده، امير هيكون قاعد في الجانب الثاني. او نقدر ناخد من دي الميديوم 2 زي ما احنا عاملين في الستوري بورد. الميديوم 2 برضو تخيلت سريعا ان هي ممكن تكون من الجانب ده زي ما احنا عملنا بالظبط. هبدا من هنا ناخد صوره وهدخل لهنا. فالميديوم هروح الناحيه دي، ممكن تبص شمالك او يمينك بالشكل ده، وبشوف ايه التكوينه اللطيفه. ممكن محمود ممكن تقعد العكس، هاخد لقطه العكس، هتبص بقى الناحيه الثانيه. دي لقطه اللي هيكون فيها امير، ممكن يكون هنا الاو تي اس او جزء من سوزي ظاهره، وعندنا هنا العكس، وعندنا هنا الميديوم 2، وعندنا هنا الوايد. دي اللقطات اللي موجوده في الستوري بورد. يعني لو بصينا على الستوري بورد هنلاقي ان احنا عندنا اللقطه الوايد زي ما احنا شايفين اللي هيكون فيها الدولي ان، دي اللقطه بتاعت الموبايل، دي اللقطه بتاعت امير اللي احنا صورناها، وعندنا دي اللقطه بتاعت سوزي، ودي الميديوم 2. دي كده تقريبا اللقطات كلها اللي احنا محتاجينها. ليه مهم انك تعمل كده في المعاينه؟ كل نقل الكاميرا تاخد وقت كبير قوي زي ما هنشوف مع بعض. يعني عشان احط الكاميرا في مكان معين تاخد لي ربع ساعه، وعشان انقلها احطها في مكان تاني هتاخد ربع ساعه، وانقلها في مكان تالت ربع ساعه. ففي ساعه الا ربع ضاعت وانا بجرب. فانا اقدر ان انا استخدم الموبايل، هستخدم نفس العدسه بنفس حجم السنسور، هيطلع لي نفس الفريم بالظبط، واجرب زي ما عملت بالظبط بالموبايل اعمل بالكاميرا. فتقريبا هيطلع معايا نفس اللقطات. لما بتركز في المكان عموما وتبص على مصادر الاضاءه، ده هيساعدك كتير قوي في تحضير توزيع الاضاءه وكمان تحريك الممثلين. اخر حاجه لازم ان انت تعملها ان انت تصور صوره للمكان كله. اوسع نقطه ممكن اقف فيها ايه واصور المكان كله، عشان لو انا تخيلت وانا في البيت عايز اخلي الكنبه دي بدل ما هي هنا هقلبها الناحيه الثانيه، وانا مش معايا صوره للوكيشن كله، فمش هقدر اتخيل الموضوع كامل. فدي كانت المعاينه واتكلمنا عنها بشكل سريع. احنا كورس وان مان كرو، بس لو معاك مدير تصوير، لو معاك مهندس صوت، لو معاك مدير انتاج هيعرف ايه الحاجات اللي انتوا محتاجينها، لو معاك ارت دايركتور، ولو انت مش هيكون معاك ارت دايركتور مهم ان انت تعمل وظيفته. او لو الكنبه دي شكلها فقير او شكلها ابيض ساده او فيها مشكله، هيقول ان انا ممكن احط مخدات بلون معين. الارض دي لو مش مفروش عليها حاجه هيقول ممكن افرش سجاده. فانت مهم قوي تركز في الحاجات دي لان هي بتدي لك برودكشن فاليو. وده كان كلام سريع كده عن المعاينه. واستنوني الحلقه الجايه، ولو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجايه ومفيش حاجه تفوتك، وادعي لي دعوه حلوه من قلبك، واشوفكم الحلقه الجايه.